هجمات جديدة للمتطرفين على الرمادي مركز محافظة الأنبار. وبحسب قيادة شرطة المحافظة فإن قوات الأمن والعشائر تمكنوا من صد أكبر هجوم للتنظيم المتطرف على الرمادي بعد خرق في منطقة السجارية شرق المدينة. وعلى إثرها أعلنت عشيرة أبو فهد بدء عملية عسكرية مع قوات الأمن في السجارية شرق الرمادي. المصادر قالت إن القوات اقتحمت المنطقة وقتلت عددا من المتطرفين، كما أن طيران الجيش بدأ طلعاته الجوية لقصف معاقل التنظيم. يأتي هذا في وقت قالت مصادر عشائرية إن التنظيم المتطرف اختطف عددا من أبناء عشيرة أبو فهد واقتادهم إلى جهة مجهولة. أما في صلاح الدين قالت مصادر أمنية إن محيط قضاء بلد جنوب تكريت ما زال يشهد معارك مستمرة بين قوات الأمن والعشائر وما يعرف بالحشد الشعبي من جهة والمتطرفين من جهة أخرى. وبحسب المصادر الأمنية فإن أكثر من 23 عنصرا أمنيا سقطوا بين قتيل وجريح أثناء الاشتباكات، في وقت أفادت المصادر بسقوط عشرات المتطرفين دون إعلان عن حصيلة دقيقة. أما شمالا وفي تكريت أفاد مصدر محلي بقيام عناصر التنظيم المتطرف بإيقاف أبراج الاتصالات في المدينة عن العمل، ما أدى إلى انقطاع تام في شبكة الاتصالات. وفي محافظة كركوك أفادت مصادر أمنية بمقتل 12 متطرفا وإصابة 3 من قوات البيشمركة الكردية أثناء اشتباكات في إحدى القرى التابعة لقضاء الدبس شمال غربي كركوك. قاسم حميد، العربية.